وسار بجيشه إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى بلغ مغرب الشمس، ولا أظنه إلا بحر الظلمات المحيط الأطلسي، داعيا للتوحيد، وهو ممن اختلف فيه هل هو ملك صالح أم نبي، وعلى كل حال فيكفيه شرفا ذكره في القرآن. وقد تغنت به العرب حتى قبل الإسلام ونظمت فيه الأشعار. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم. قال أعشى بني ثعلبة: والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا، بالحنو في جدث هناك مقيم. وقال الربيع بن ضبيع: والصعب ذو القرنين عمر ملكه، 2000 أمسى بعد ذاك رميما. وقال قس بن ساعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا، باللحد بين ملاعب الأرياح. وقال تبع الحميري: قد كان ذو القرنين قبلي مسلما، ملكا تدين له الملوك وتحشد.